انتهت أخيرا بفوز الزمالك على نادي دريمز الغاني ب3 أهداف مقابل لا شيء. الزمالك النهارده بيقول للأهلي إن كنت أنت كسبت مازيمبي كونغولي على استاد القاهرة ب3 أهداف مقابل لا شيء، لا ده أنا رحت كسبت نادي دريمز الغاني في قلب غانا ب3 أهداف مقابل لا شيء. وهنا بنقول مبروك للزمالك ومبروك للأهلي. الفوز النهارده يوصلنا للمباراه النهائيه في الكونفدراليه، وده اللي كان مطلوب من لعيبه الزمالك. لعيبه الزمالك ضيعت فرص كتيره جدا 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 هنا في استاد القاهره، فكان لازم يثبتوا ان هم يستحقوا يوصلوا للماتش النهائي، واثبتوا النهارده ب3 اهداف. ال3 اهداف جميله. الجول الاول جابوا المسلوسي اللي انا شايف ان هو واحد من افضل قلوب الدفاع اللي جت في تاريخ نادي الزمالك. المسلوسي لما كان بيلعب باك يمين ما كانش افضل حاله، لكن لما المسلوسي بقى في قلب الدفاع اكتسح وبقى هو قلب الزمالك النابض في الدفاع. الجون الثاني جابوا شمشون بالنسبه لي هو سامسون اكينيولا بهدف صاروخي من على خط ال18. سامسون بقاله فتره بيقدم مستويات محترمه، بس كان الحظ ما عنده. النهارده ربنا بيكافئه وبيديله جول في ماتش مهم جدا يوصلنا للنهائي ويريح بيه الزمالك. والجول الثالث مصطفى شلبي اللي كان مقدم ماتش وحش جدا في القاهره، النهارده قدم ماتش محترم وجاب الجول الثالث للزمالك. مبروك 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 للزمالك. لكن لازم اقول ان الزمالك كان ناويها، لعيبه الزمالك كانت ناوياها، كانوا نازلين من اول دقيقه برجوله وبيلعبوا من اول دقيقه لاخر دقيقه بشغل فن وهندسه ومعلمه. لكن مع كل اللعب والفن والهندسه اللي بنتكلم عليهم، الا ان فريق دريمز الغاني كان ليه هجمات خطيره جدا على نادي الزمالك. لو الهجمات دي كانت خلصت بجوان كان النتيجه مختلفه تماما. لازم نقول ان احنا عندنا مشكله في حسام عبد المجيد قلب الدفاع الثاني اللي جنب المسلوسي، مازال بيعمل اخطاء مش هتكلف الزمالك كتير. لازم يفوق لنفسه، ما ينفعش تفوق ماتش وتضيع ماتش. ونص الملعب بتاعنا مهزوز. النهارده دونجا باصات كتيره مش مظبوطه، وكل باصه مش مظبوطه بتقلب عليك بهجمه مرتده وهجمات خطيره على الزمالك. النهارده ربنا سترها على الزمالك، لكن لازم يكون في وقفه مع نص ملعب الزمالك ومع حسام عبد المجيد. طبعا النهارده رجوع فتوح وعمر جابر فرقوا كتير جدا 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 مع نادي الزمالك. الزمالك لعب الماتش الاولاني من غير باك يمين وباك شمال فتوح وعمر جابر، لكن النهارده الاثنين فرقوا معانا. احب اكد على قيمه زيزو اهم لاعبي نادي الزمالك. التفريط في زيزو جريمه. زيزو هو قلب الزمالك، هو اللي بيصنع الهجمات، هو اللي بيرجع يدافع، هو اللي بيحمس اللعيبه، هو بيعمل كل حاجه. مهارات، بيتحرك يمين بيتحرك شمال، بيعرف يشوط بيعرف يباصي بيعرف يعمل كل حاجه الزمالك محتاجها. اتمنى الحفاظ على زيزو باي ثمن. مبروك للزمالك الوصول للماتش النهائي، واتمنى الكونفدراليه السنه دي تبقى من نصيب نادي الزمالك. يستحقها بالمجهود والروح اللي انا شايفها دي تستمر للماتش النهائي ونحصل على الكونفدراليه. مبروك تاني للزمالك.